بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في موضوع خطير جدا انتشر في مصر بصورة كبيرة الفترة الأخيرة، وللأسف بسبب الموضوع دوت في ضحايا كتير كل شوية بنسمع عنهم وبنشوفهم، وحالات كبيرة جدا لوفيات وضحايا وحالات انتحار، والأعداد عمالة تزيد بسبب مشاكل كبيرة ومشاكل بسيطة ما توصلش لكده. لكن العقل البشري سبحان الله برضو في حالات العقل ما بيقدرش يتحكم في إصدار القرارات فيها بشكل منطقي، وبياخد قرارات مصيرية، منها فكرة الانتحار بأي أداة أو بأي مادة كيميائية سامة عشان ينهي بيها حياته. وساعتها هو مبيبقاش فيه يعتبر وعيه الكامل أو الإلمام الكامل بالأمور وبعواقبها، وبإن الأمر دوت يستحق فعلا إنهاء حياته ولا لأ، أو إن بيلاقيه بعد وفاته إيه يا ترى بيكون مصيره بعدها. ما طبعا ربنا قال إن قتل النفس ده مصيره النار، فالمفروض ان انت يبقى عندك وعي كامل وادراك تام بالفكرة دي، وعارف ان الانتحار ده مصيره جهنم والعياذ بالله، لانه ملوش اي مغفرة، سواء كان السبب بسيط او كبير او ما يكونش في حل غير كده. لان ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش انك تخرج من المشاكل المحيطة بيك انك تقتل نفسك وتنتحر وتنهي حياتك في وسائل كتير عقلية ومنطقية ممكن، او بمساعدة الاخرين، او حتى لو اضطرك الامور انك تهرب تماما من الاجواء او الاماكن اللي انت عايش فيها لاماكن تانية تقدر تكون فيها بحياة كويسة ومستقرة وتبدأ حياتك جديدة، لان اللي بيرزقك هو ربنا سبحانه وتعالى، وخلق البشر ان هم يكونوا في كتف بعض ويساعدوا بعض. هنتكلم ايه هي النوع المنتشر بكثرة، تركيبته ايه وبيعمل ايه، والمادة السامة اللي فيه اسمها ايه علميا، وازاي بتنهي حياتك او ازاي ان هي بتوقف النبض والقلب وبتدمر الكبد وبتفتك بالمعدة وبالأعضاء الحيوية في جسمك بسرعة رهيبة، وآلام شديدة جدا صعب تحملها بصورة عادية، وفي الآخر مصيرها أو نهايتها بتكون إنها قضت على حياتك تماما ونقلتك لعالم آخر. الله أعلم ساعتها هيكون أفضل ليك من العالم اللي أنت عايش فيه ولا أسوأ، لأن زي ما قلنا ربنا قال إن مصير المنتحر وقاتل النفس هو النار. بعد تعرض موظف بالمعاش لحالة تسمم بسبب تناوله قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ، طبعا ده اتناوله عن طريق الخطأ، ممكن يكون كان معتقد ان هو علاج او ما شابه، فتناوله بمنطقة اسمها الجبل الأصفر، وجرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنه للأسف توفى فور وصوله المستشفى. نرصد في هذا التقرير ما هي حبة الغلة وما مدى خطورتها. طبعا التعريف لحبة الغلة هو إن يعرفها الفلاحون في مصر، وتبدو على هيئة أقراص تدخل مصر بصورة رسمية كمبيد حشري. هي طبعا مبيدة للحشرات الموجودة في القمح، بتموت السوس والحشرات اللي هي الصغيرة اللي ما بتبانش دي، بتقضي عليها، لأن هي زي ما قلنا مادة سامة تماما بتوضع كده من خلال تفاعلها وانتشارها في المكان اللي هي المحيط بها، والحبوب والغلال التي توجد بالإناء أو الأداة اللي موضوعة فيها تتفاعل وتنتشر عن طريق الرائحة، بتقضي على الحشرات الموجودة في القمح. من أجل حفظ معظم أنواع الغلال المختلفة والحبوب من التسوس والحشرات والآفات الضارة أثناء عملية التخزين بعد موسم الحصاد، ويبلغ سعر القرص الواحد جنيها واحدا، يعني ده سهل جدا إنك تحصل عليه من وبأسعار زهيدة جدا، مما يجعل منه بديلا لانخفاض السعر عن تقنية حفظ الأقماح بطريقة التبخير، والتي تتكلف مبالغ كبيرة، ولكن مع ذلك لها تأثير قوي على البشر قد يصل للوفاة إذا ما تم استخدامها
طبعا بشكل آمن. وتعود خطورتها نتيجة إلى إطلاقها غاز الفوسفين شديد السمية. اسمه إيه؟ غاز الفوسفين شديد السمية، وهو غاز لا يوجد علاج أو ترياق مضاد له. 500 ملغ من هذا المركب كفيلة بقتل إنسان، ولك أن تعلم أن القرص المتداول 1 جرام، يعني 1000 ملي. يعني مش قتل بس، ده بيفتك بأعضائك الحيوية الداخلية مجرد وصوله وامتصاصه وتفاعله عن طريق الكبد والقلب. أي ضعف الجرعة قاتلة. كما يتم استيراد حبة الغلة القاتلة من الهند والصين، واسمها العلمي فوسفيد الألمنيوم، وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من 10 مسميات تجارية بأسماء مختلفة، وتعتبر من مبيدات التدخين أي التي يخرج منها دخان أو غاز. مبيدات التدخين يتفاعل ويخرج منها دخان أو غاز طبعا في زي ما قلنا المكان المحيط بالحبة، فبيقتل كل الآفات والحشرات الضارة اللي هي ممكن تتغذى على الأقماح. يتخلل أجواء المكان المغلق كصوامع القمح والغلال، فيقضي على الحشرات التي قد تتواجد في الشقوق، وهي مجرد غازات تتبخر بعد فترة دون أن تترك أثرا، لكن الخطورة تكمن في التعامل معها دون وعي أو اتخاذ احتياطات. وأوضح الخبراء ترجع سمية حبة الغلة في إطلاقها غاز الفوسفين شديد السمية، وينتج القرص الواحد 1 جرام من غاز الفوسفين أو فوسفيد النيتروجين، وهو غاز لا يوجد له علاج مضاد. و500 ملغ من هذا المركب كفيلة بقتل الإنسان، وتتفاعل حبوب الغلة قبل دخولها المعدة مع الماء. مجرد طلعها وتاخد وراها ماء على طول، وعصارة المعدة اللي بتقوم عن طريق حمض الهيدروكلوريد بيفتتها ويدوبها على طول، وتنتج بالجسم غاز الفوسفين شديد السمية، والذي يسبب حدوث حالة تسمم حاد. ولا توجد أعراض سريرية واضحة لهذا الغاز، إذ تختلف تبعا للجرعة ومدة التعرض لغاز الفوسفين، والتي يتسبب في وقف أجهزة الجسم تباعا مثل القلب والكلى والكبد. لذلك يتم التعامل فورا مع الأعراض الظاهرة مباشرة، وذلك يسمى الأطباء بالغلة وغاز الفوسفين بالقاتل الصامت. ومن الأخطاء الشائعة في التعامل مع التسمم بحبة الغلة هو إعطاء المريض المياه، لأنه يساعد على سرعة التفاعل وإطلاق الغاز السام. غلط إنك تديله مية، لأنه هتساعده في ذوبان وتفتيت وتفاعل مادة الفوسفين داخل المعدة وانتشارها السريع، مما يساعد على الأمعاء إنها تمتصها وتحولها للكبد والكلى، اللي المفروض إن هي بتحاول تخلص الجسم من السموم طبعا المعتدلة والقليلة. لكن لما تكون كمية كبيرة ما بيقدرش الكبد يتفاعل معاها أو يتعامل معاها أو يتخلص منها بشكل كامل، هي اللي بتتغلب عليه وبتقوم بتدمير خلاياه من الغاز الموجود، لأنه بيعمل على الانتشار السريع طبعا في الدم والوصول للقلب. وطبعا دي مادة سامة وخطيرة جدا، ما بيقدرش الجسم يتعامل أو يتخلص منها عن طريق الكلى، لذلك بتقوم بإيقاف الكبد والقلب دفعة واحدة. أتمنى إن انتوا تخلوا بالكم جدا من الموضوع ده ومع عمليات وحالات الانتحار بشكل عام، لأن زي ما قلنا يا جماعة مصير المنتحر هو النار، وطبعا مش هيلاقي حياة أفضل من الحياة اللي هو فيها بكل أشكالها مهما كانت صعبة، لأنه هيواجهه بعدها جهنم وبئس المصير، وكلنا عارفين إيه هي جهنم اللي ربنا حذرنا منها. فيا ريت إن احنا نخلي بالنا من النقطة دي جدا، وما نوصلش للمرحلة دي مهما كانت الأسباب، ونبص أو نفكر ونفهم بعقلنا قبل الإقدام على الخطوة دي. لحظة واحدة بس إنك تعرف إنك رايح لمصير أسوأ مليارات المرات من حياتك اللي أنت بتحاول تهرب منها، لأن ربنا في جهنم بيحرق جسد الإنسان الخاطئ والعاصي ويبدله جلود وعظام جديدة ليقوم بإحراقه مرة أخرى، وكذلك بلا نهاية إلى ما لا نهاية، علشان يعذب بالمعاصي اللي هو عملها في الدنيا. فما بالك ده مش مقياس إطلاقا ولا تقييم لحياتك اللي انت عايشها. مفيش مقارنة بينها وبين جهنم إطلاقا زي ما قلنا، لأن ده النار أصعب بكتير جدا آلاف مؤلفة من المرات. فأنت احذر أن تقدم على هذه الخطوة، لأنك بتودي نفسك لهلاك ما انتش هتقدر عليه. وربنا يعافينا ويعافيكم، وإن شاء الله ما حدش فينا يوصل للمرحلة دي، وربنا ييسر أمور المسلمين جميعا ويهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.